السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. جيت راح نجاوب واحد المتتبعة كتر خيرها ويعطيها الصحة. قالت لي انتي خدامة وراجلك خدام واش درتو بدراهمكم، علاه ما درتوش التاويل من قبل وقاعدين تستناو في العجوزة؟ اروحي نحكي لك يا اختي، روحي نحكي لك يا الحنانة. انا نحن نحكي لكم كيفاش شرينا سياره بالدارجه تاعنا باش تفهموها زين كيفاش درنا سياره وكيفاش ولينا نخرجوا في السياره الحمد لله بعد تمرميد تاع سنين وسنين. يا اخواتاتي واش راح نحكي لكم، روحوا هذه الحكايه راها تاعي، صح حكايه تاعي تحسبوها فيلم وهذا الواقع تاعنا اللي عشناه انا وراجلي مرار، والعذاب اللي شفناه وفتح علينا ربي بالسيارة. وش معناها تروح لك سيارة اللي كانت عندك؟ كانت عندنا سيارة بعد أشهر من الزواج، اشراها قبل ما نتزوجوا الله يبارك، كانت سيارة بزاف شابة. أصرى لها حادث بعد الزواج وراحت السيارة ورجعنا للصفر. تمرميدة كبيرة كي تكون عندك سيارة والفتيها ومن بعد تروح لك، هو والف جام يركب في البيس، عمره ولا ركب في البيس ولا من كان صغير عنده سيارة يبيع ويشري الحمد لله، ولا ما يعرف يمشي ويخدم بعيد وظروف صعيبة، ولا ما يعرف يمشي قال لك كي نعود نمشي على رجليا ما عرفتش، حسيت الناس كامل راها تشوف فيا. قلت لكم شحال من عام 3 سنين وحنا نتمرمدو، الى انا بحكم اننا نسكنوا في ولايه بعيده على العائله تاعنا، الى كنت رايحه لدارنا لازم نكري طونوبيل، إلا كنا رايحين عندنا عرس لازم نكرو، إلا كنا خارجين لازم نكرو. وشتي تاع هذيك تروحي مع واحد وتجي مع واحد شحال ماشي مليحة ولا يقولوا لك إلا تروحي معانا. المهم احنا في زوج خدامين الحقيقة، الزوج خدام ما يقدرش، هو اكيد لو كان جات السياره نفهمكم مليح، لو كان جات كاينه السياره نقدروا نروحوا. مرات يقولوا لنا الناس علاه ما جيتوش عندنا، نقول لهم ما كاش كيفاش وحنا رانا خدامين وحنا ما رانا خدامين ما والو. هذاك مثلا هذاك النهار لو كانت تعود عندنا عرضه ما نقدروش نروحوا بعيد، وبعد ما جا البيبي ثاني كيف. المهم واش تسمعي قلبك يوجعك. اللي تروحي عندك ضيفه يقول لك يا يوصلك فلانه، يا قولي لمحمد يوصلك، قولي لعمر يوصلك. كل واحد وشتو هذاك اللي ما عندهاش في كيفاش تروح كامل يعودوا يشوفوا فيها دوك تلصق معاهم. المهم كاينه واحد الحاجه ضرتني ثاني وقررت بعدها اننا لازم نشرو سياره. لازم نحوها على رواحنا، نحوها على الماكله والشراب واللبسه ونديرو سياره. زاد عندنا بيبي والله يبارك الحمد لله، هذه في 2015 شرينا له كرسي تاع كرسي تاع الطونوبيل زعما، ورحنا عندها. قالت لك رحنا عند وحده ضيفه رحنا نضيفو عند وحده خالة الزوج، ومن بعدك شفت الكرسي هذاك تاع البيبي. احنا نشري هو الكرسي تاع السياره، احنا على اساس في يوم من الايام نشرو سياره. قالت لنا على بالكمش باللي هذا راه ماشي كوزي، هذا راه الكرسي تاع الطونوبيل. قال لها ايه خالتي على بالي، قال لها ان شاء الله رانا نديروها. فهمتوا شغل هي جابتها له باستهزاء، والله مانيش عارفه كيفاش. زعما راكم على بالكمش باللي هذا الكرسي راه تاع الطوموبيل، راني قلت لكم. وقاعده تدخل علينا بنسى ولادها. انا بناتي كامل بلي فواتور تاعهم، انا عرايسي كامل بلي فواتور تاعو. غاضني الحال، قلت ان شاء الله من هذاك النهار نديروا القلب، لازم نشرو طونوبيل. درك تمرمدنا وعيينا وبداو ذراري يكبروا. المهم كي عول باش يشري سيارة عنده شوية دراهم، قعدنا نحوسو ونوصو الناس وشكون يبيع وشكون اللي يشري، وكانوا ماشي كيما درك الأسعار مرتفعة. كنا حابين حاجة قديمة المهم تمشي. المهم تسلف شوية وانا يا ثانية عاونتو بشوية ودبرنا، وصلنا ل50 مليون، خاطر لقينا طونوبيل ب50 مليون. في هذاك الوقت طونوبيل تاع 50 مليون راها طايبة. المهم كي هدر راجلي مع السيد هذا اللي يبيع في الطونوبيل، قال له ايه مليحة ودخلها برك للميكانيسيان راها تخرج تشعل. المهم احنا هذاك الايامات كان رمضان،
وتوقعنا باللي نجيبو الطوموبيل هذه قبل العيد وغير فرحانين. وقتها تلحق السياره، لا ما همتنيش سياره قديمه ولا معليش، المهم تمشي. قال له تمشي ايه، هدر معاه. الفرحه تاعنا ما دامتش كي شريناها من واحد البلاصه في خميس مليانه ولا في جهه الغرب الله اعلم. كاين مشهورين ثم لي ميكانيسيان واللي يبيعوا الطوموبيلات واللي يخدموا لي ريباراتور، كاين ثم كلش. قال له مولا هذه خصها برك ريغلاج خفيف، دخلها برك الميكانيسيان وراها تخرج. هو اللي ورانا الميكانيسيان هذا اللي باع لنا السياره هذه، هو اللي ورانا الميكانيسيان بحكم احنا نسكنوا بعيد وما نعرفوش الناس تما. وبالك هو تفاهم مع هذا الميكانيسيان، دخلها له. وصى راجلي، وصى واحد صاحبه من هذيك البلاصه من خميس مليانه ولا، قال له روح يوري لك السياره وراك تشوفها. والمهم وكل ناس واحد اخر باش يكري لنا ديباناج ويروح يزوها من البلاصه. قال لنا راها برك ما مشاتش، ما بين ما تدخل الميكانيسيا ريغلاج خفيف وتدوها. المهم وصى صاحبه يكري له ديباناج ويديها لهذاك الميكانيسيا. مولاها اللي باحالنا خلاص دا ديك 50 مليون، ما زاد بان عليه حتى خبر، لا التليفون يريبوندي لا التليفون يمشي. المهم هو بالك لعبها بينا، عطانا طوموبيل خاسره وما تمشيش كاع. المهم راجلي عيط للميكانيسيا يقول له واش فريتوها ولا مازال، واش خدمتها، يقول له مازال، راهو كذا راهو كذا. المهم خلينا الطوموبيل عام ونص وهو يبعث لهم في الدراهم، الزوج يبعث لهم في الدراهم باش يخدموها. يقول له راني دخلتها الميكانيسيان، راني خرجتها، راني خلصت هذيك بياسه نروح نشريها. يقول له زيد روح شوف لنا ديك بياسه اللي جايين من الخارج نشوفوا كاش بياسه هذه، واحد البياسه ما كاش كاع، ما عرف منين خلقت هذه البياسه. المهم كنا فرحانين ونستناو فيها قبل رمضان، رانا ولينا في عام ونص. بعد عام ونص كرا ديباناج واحد اخر وجابها لالجي وخلاها عند واحد صاحبه باش يشوف كيفاه يخدمها ولا يبيعها ولا نزيدوا عليها. المهم ما كاش كيفاش راها تمشي هذيك الطوموبيل، خداكش ما تمشيش. المهم خليناها عام ونص راكم تخيلوا عام ونص بعد ما كنا نستناو فيها هذاك الاسبوع ولينا في عام ونص. المهم جا واحد السيد واحد اخر تعرف معاه الزوج، قال له راني نوري لكم ميكانيسيا واحد اخر ومليح. في هذاك الوقت كنت انا نخدم وهو يخدم، متعاونين على هم الدنيا. المهم لاباي تاعي ما كانش بزاف، كانت قليله تاع 1.5 مليون. بديت مشروع، قررت ندير مشروع ولازم هذا المشروع واش درت فيه، قلت لازم ندير حاجه اللي نعاون بها روحي. خلاص دراهمنا ولاو كامل رايحين عند الميكانيسيان وعند هذو. بديت مشروع، هو درت المطلوع. راكم فاهمين واش درت المطلوع؟ نوض الصباح نعجن عجنه تاع مطلوع، نديها للحوان تاعنا وحدي جويه ل11 نخرج نديها للحوان، تنبيع المكتوب اللي كتبو ربي واللي بقى نجيبو. ومن بعد منه درت الكاطو، درت الكريوش، درت لي تاخ، درت كلش بامكانيات بسيطه. كنت نخدم لي كوموند. لاباي تاعنا نبعثو منها للميكانيسيان هذاك اللي لقيناه وراوه لنا وقالوا لنا ناس ملاح، واللي ندخلوهم من لي كوموند نتعاونوا بهم على هم الدنيا وخلاص. كثروا لي كوموند شحال من ليله يا وخياتي نحكي لكم والله العظيم. الحق راجلي كان يعاون فيا في لي كوموند. مثلا كي تجيني كوموند كبيره يجي هو من الخدمه تعبان يلقاني حاصله يعاوني، يوكل دراري يلبسهم يرقدهم، يدير لي كيسات، يغسل معايا الماء. رانا لازم نتعاونوا على جال هذيك الطوموبيل، سفرينا عليها سفرينا. المهم كيما قلت لكم يبدل الذراري ويغسل لهم، نقلوا البيض، نقلوا 2 حبات بيض ولا 3. المهم نحو هذاك الجوع، يدوا الناس لا كوموند تاعهم ونرجعوا. كان هو مسكين يروح يدير لي التوصيل، يروح ابي يدير التوصيل، خاطرش ما نقدروش نخسروا دراهم اكثر. راني نحكي لكم صح ونتفكر في لي سوفينير كيفاش صرات وكيفاش كنا نسوفريو. زيرنا بدات تبان هذيك الطوموبيل، بدات بشويه تستخدم. ولي ميكانيسيان على بالكم شحال غاليين. الحمد لله
راجلي هذاك العام سهل له ربي وعطاوه فيزا، خرج للخارج ضرب دورة، جاب شوية لي بياس اللي كانوا خاصينها هي. هنا المشكل هنا في الجيري ولا في الداير لي بياس مرتفع الاسعار تاعهم بزاف غاليين. كي راح كاين صحابو كل واحد واش يمدلو، واحد مدلو غلافات تاع كوسانات، واحد مدلو المهم جاب واحد لي بياس الحمد لله. كيما قلت لكم كاين اللي جات وكاين اللي ما جاتش في هذوك لي بياس. المهم خدمها وبدات تفرج، جبنا هذيك السياره الحمد لله بعد ما عشنا في تزيار كحل. كانت ماما كي نروح عندها تقول لي علاه ما درتيش ليماش، علاه ما شريتيش هذاك القفطان، علاه ما شريتيش. نقولها ما نحبهمش وانا تيلما ما عنديش، خلاص رانا مزيرين وضحنا باش ننقضوا هذيك السياره. خلاص عيينا وحنا نتمرمي تاع لي بيس وتاع لي تاكسي، ما نقدرش اصلا نروح للحفافه ولا نروح للدونتيست ولا المرحله اللي كنا نلايمو فيها باش نديروا السياره. كنت نقول لهم انا ما نحبش اللبسه وما نحبش الخرجه وما نحبش المكياج وما نحبش الريحه، على جال برك باش ما يفيقونيش بلي راني شاحه على روحي ومزيره على روحي الحمد لله. من نقول لهم ما نشتيش اللبسه ما نشتيش المكياج، وهي شكون اللي ما يحبش اللبسه وشكون ما يحبش المكياج. المهم الوقت هذا اللي رانا فيه صعيب باش ديري سياره. لي ورث حاجه كبيره وشرا بيها، اللي عنده بروجي اللي دار مشروع كبير. بصح اغلبيه الشعب الجزائري والله ما سهل باش يديروا سياره، ماشي ساهل باش تشري سياره. المهم انا زيرت روحي، ما قدرتش ندير الموبل وما قدرتش ندير حاجات واحد اخرين. لابي تاعنا قيس ماكله وشراب ولا كريش ومصاريف تاع الاطفال، لازمهم دي باسكيت شابين، لازمهم لبسه شابه. اي مراه وراجل كافحوا وباتوا بلا ماكله راح يوصلوا النتيجه ان شاء الله، وراح يقدروا يشروا سياره. كيما قلت لكم ولادي مساكن هذاك العام اللي تزيرنا فيه والله غير كانوا يلبسوا لبسه باهته، نحسهم كاع ماشي شابين في هذيك اللبسه. كانوا خواتاتي يمدوا لهم، كانت عمتهم منين داك تمدلهم الحمد لله. موراها تحسنت احوالنا وجبنا ديك السياره وبقى منين داك يسقمها منين داك يغيباريها. كيما اليوم برك اليوم على الهم اللي رانا فيه والزعاف والفريجيدار ما كاش ولا كويزينيير ما كاش، عيط لي قال لي قلت له واش بونجور صافا صبحت خدام، قال لي دارتها بيا لا باتري. نحسب لي لا باتري تاع التليفون طاحت له لا شارج قال لي لا دارتها بيا لا باتري تاع الطوموبيل، وحنا كنا بدلناها صافي 3 زون خلاص. اي حاجه دوك ولات عندها دوغي دفي كيما 3 زون في جويي سقمناها الحمد لله. على كل حال درك ولات عندنا طوموبيل مليحه نسافروا بها ونخرجوا بها. الزوج يخدم بعيد لازم يروح فيها، ما يقدرش يروح في البيس خاطر مرات يخدم الليل ومرات يخدم النهار. كان نحكي لكم على وقت كورونا كي كان بلا سياره وهو الخدمه تاعو حساسه يا اخي. كامل الناس داروا ما خدموش الا هما والامن والشرطه ولا بوليس وهذوك الصحة لي بومبي هذو اللي كانوا يخدموا. هو كان من بين هذو اللي خدموا في وقت الكورونا، كان يروح بكورسة 200,000 من البلاصة اللي رانا ساكنين فيها حتى ألجي، وغدوة من ذاك يعاود يجيب 200,000. فاتت علينا وقت صعيب الحمد لله والحمد لله. الآن رانا بسيارتنا، أكيد راح نديروا حاجات واحد أخرين ونخلفوهم، لكن المرحلة هذه اللي راني زعفانة فيها برك راها تفوت ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعجبكم حكايتي، تعجبكم كيفاش درنا القلب ودرنا سيارة. ونتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامة.